هذا الفيديو إلك إذا ما كنت مؤسس بالرياضيات وعنكن تاسع، فالأستاذ عم يشرح بسرعة وأنا ما عم أعرف وين راحت الفاصلة، وين راحت ناقص واحد. راح نبلش. أول شي التذكرة بالأسس والفواصل. هاي الألف كم صفر موجود عندي؟ 3، فأنا فيني أكتبها 10 زائد 3. تمام. لهون فيني اكتبها بشكل تاني هيك بس. فيني اكتبها طبعا بشكل ثالث. اذا نزلتها لتحت بتصير ناقص 3. عرفتوا كيف كم شكل إلها؟ 1 2 3. طيب ليش صارت ناقص 3؟ لانه نحن لما بننزل لتحت بنقلب الاشارة. طيب لو بالعكس كانت 10 ناقص 3، هي نفسها 10 زائد 3. تمام. فكرة تانية، الأس لما بيكون في صفار شايفين بيصير الأس زائد. تمام. لهون لما بيكون الأس في فواصل مثلا، شوف هون عندي فواصل صح، بدي ساويها أس. أول شغلة الأس بيكون سالب، هذا الحكي كتير هام. لما بيكون في فاصلة يعني الأس سالب، وبنعد هون منازل، هذا الحكي كتير هام. يلا في عندي فاصلة معناته الأس شو راح يكون؟ سالب. لما بيكون عندي أس لما بيكون عندي فاصلة عشرية الأس بيكون سالب، ومنعد المنازل ما منعد الأصفار، يعني منعد 1 2 3 4، معناته أس ناقص 4. شوفوا الفرق. هاي مثلا 1 2، هون في فاصلة عشرية لا، فهون شو بيكون الأس؟ موجب. ليش؟ إذن ما في فاصلة معناته الأس شو بيكون؟ موجب. تمام. لهون وهون شو منعد؟ ما منعد منازل، منعد أصفار، هذا الحكي كمان هام. هنيك منعد منازل قلتيلي، هون في فاصلة عشرية. أما إنه ما في فاصلة عشرية منعد بس الأصفار، ومنحط بدالهم بنرفعهم للأس 1 2 3 4 والزائد 4. تمام. لهون عرفنا الفرق بين هاي وهاي. بنكمل. 10 مثلا ناقص 3 مضروبة ب10 ناقص 2. تذكرة بالأسس. الأس ضرب القوى جمع الأسس. هاي ناقص 3 وهي ناقص 2. بتذكروا لما كنا ناخدهم بالسابق ناقص 3 وناقص 2 شو كنا نقول؟ الإشارات نفس بعضها صح؟ معناتها نجمع، ومو الإشارات مثل بعضها حطيها نفسها لكان. وهون نفس الشي بالأسس. لو مختلفين، لما بيكونوا مختلفين نتذكر هاي القصص، ناقص 3 وزائد 2 مختلفين بنطرح بصير 1. طيب شو الإشارة؟ نطلع مين إشارته أكبر ومنحطها. تمام. لهون هاي بالنسبة لضرب القوى. طيب إذا كانوا مثل بعضهم ناخد كذا تمرين. ناقص 5 ضرب 10 زائد 7 مثلا. حلوة انتو. شو بتطلع؟ الإشارة مختلفة، فمنحط الإشارة الأكبر. مين أكبر؟ 7، ومنطرح. تمام. هاي تذكرة بسيطة. إن شاء الله في فيديوهات قادمة كتأسيس بالرموز العشرية، الأسس،